عزيزي المشاهد، انا النهارده في مخزن ماكس فوم وجايب لك صاحب البراند بنفسه نتكلم معاه. النهارده في اول فيديو من سلسله المنتج من مصنعه. النهارده انا موجود في مخزن ماكس فوم التابع للمصنع عشان اوريك اقوى مزيل دهون موجود في السوق. وماكس فوم معمول مخصوص عشان يشيل الدهون من اول مره من غير ما يسيب اي اثر او يخنق. كمان ينفع للمطاعم وينفع للورش وينفع للمصانع. هو لازم عشان هو 7 في 1. يعني ينفع معاك شفاط، ينفع معاك بوتاجاز، ينفع معاك حيطان، يا باشا 7 في 1. هتيجوا نتعرف على الثلاث روايح. هو الريحه اللافندر. اللافندر عزيزي المشاهد. الليمون عزيزي المشاهد البلدي. ومعانا الياسمين. وياسمين يا ياسمين. يعني معانا 3 روايح، عاوز ايه تاني؟ رحب بالباشمهندس ناصر ونسال شويه اسئله يحلها لنا ان شاء الله. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا حاج ابراهيم؟ الله يسلمك. منورنا والله. الله يبارك لك. سؤال بقى بيحير الناس، اشمعنى سميت المنتج ماكس فوم؟ يعني معنى ايه ماكس فوم؟ والله اسم خفيف وبيجمع بين طبيعه الشغل. ماكس فوم مواد فعاله مع الفوم، فهو اسم خفيف عشان كده اخترناه. قلنا بقى يا باشمهندس، ايه المشاكل اللي ماكس فوم حلها بالنسبه للمستخدمين؟ هو السوق كان فيه بعض المشاكل، زي ان في منتجات بتبوظ الاستانلس او الناس اللي عندها حساسيه بتتعب منها. فاحنا الخامات والمواد بتاعت ماكس فوم امنه تماما الحمد لله، مختاره بعنايه جدا يعني. والناس يعني انا في حد قريبي، واحده قريبتي كان عندها حساسيه جامده جدا، لما جربته قالت لي الحمد لله ما تعبنيش خالص. فاحنا الحمد لله بنختار الخامات بعنايه جدا عشان برضو ما تتعبش حد، وعشان ما تبوظش حاجه ستانلس او حاجه او عند الناس. فالحمد لله بنحاول نحل اي مشكله تقابلنا يعني. طب قلنا بقى يا باشمهندس، المنتج ماكس فوم يشتغل بس في البيوت ولا في المطاعم والورش والمصانع؟ عايزين نعرف. لا، الماكس فوم استخداماته كتير جدا، بينفع للمطاعم والمصانع والمستوردين اللي بيستوردوا حفارات وعربيات وجرارات، استخدموه استخداماته كتير جدا يعني. ما شاء الله. زيوت، شحوم، دهون، اي بقع، ما شاء الله يعني فعال جدا واستخداماته كتير قوي قوي يعني. انا فعلا احنا دخلنا عندنا المحل ما شاء الله بقى معروف ومشهور عندنا يعني في المحل اسواق بيروت. شرف لنا حاجة. طيب يا هندسه، المنتج ده قبل ما تنزل السوق يوصل للبيوت بتجربوه عندكم الاول في المصنع قبل ما تطلعوه ولا ايه؟ طبعا احنا اي منتج قبل ما ننزله السوق لازم نجربه. كلام يعني جميل. احنا عندنا منتج جديد هوريه لك اهو، مستحضرات تجميل. ده صنفره ما شاء الله. صنفره وكريم ترطيب وتفتيح وطن. يا هندسه احنا كنا جايين نتكلم عن الماكس فوم، دخلتنا في الصنفره. انا عاوز اعرف بقى الصنفره ديت هل دي مصنعكم ولا ايه؟ ايوه الحمد لله، الماكس فوم والصنفره دول انتاجاتنا. يعني هي ان شاء الله تبقى قريبه في اسواق بيروت. على راسي. طيب دلوقتي الناس اللي عاوزين كميات، عندنا كميات من الصنفره. احنا الصنفره والماسك والماكس فوم كميات الى ما لا نهايه. يعني اطلب زي ما انا عاوز. خط انتاج بفضل الله ممكن يعمل في اليوم 30 أو 40 ألف واحد. ما شاء الله اللهم بارك. الحمد لله. يعني اطلب بقلب جامد. يا اطلب، واي حد عايز يطلب معاك كمان. عزيزي المشاهد، انا هنا مش بكلمك على قطعه ولا 2، بكلمك على كميات، ولو عايز قطعه ولا 2 موجودين عندنا في المحل. المنتجات دي قبل ما ننزلها السوق باخدها البيت عندي والله. اجرب على المدام وعلى اخواتها. فعلا وكده، فاي حاجه قبل ما ننزل السوق لازم نجربها طبعا. فعلا لازم نجرب ايه المنتج ايه. يعني اي حاجه، يعني المنتجات دي كلها تتجرب في البيت عندنا وعند الناس اللي بنثق فيهم قبل ما ننزلها السوق. انت عارف المنتج الكويس بيكمل يعني. مظبوط. عزيزي المشاهد، انت هنا في ماكس فوم امان الامان، وبكده نكون عرفنا اسرار ماكس فوم. وانا عزيزي المشاهد على نياتي وجاي اصور ماكس فوم، بس طلع في صنفره وفي حاجات تفتيح وفي حاجات تضليم. عزيزي المشاهد، المكان ده ما يتفوتش. وقلنا بقى في التعليقات تحبوا نتكلم ايه في الفيديو الجاي، وما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه. السلام عليكم.